السلام عليكم، أنا اسمي أحمد وأنت بتسمع بودكاست قصص ميز. Four buckets for second level. Go ahead with the first deal. Edward 182-2949 lots of DS. أهلا بيكم في الحلقة رقم 17 من الموسم الجديد من قصص ميز. حلقة النهاردة فيها أحداث عنيفة ومأساوية، واسم الحلقة قاتل ميلبورن. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. جوليان نيت اتولد في مدينة ميلبورن في أستراليا في يوم 4 مارس سنة 1968، وكان أول 3 أطفال. والده كان مدرب عسكري وكان بيدرس اللغة الإنجليزية والرياضيات واللغة الصينية للجنود. جوليان في طفولته كان نادرا ما بيكون في مكان واحد لفترة طويلة، وده لأن والديه دايما كانوا بيتنقلوا كتير في خلال سنواته الأولى. وفي الفترة دي عاش في استراليا وفي ماليزيا وفي هونج كونج وسنغافورة، وبيقال إنه كان شخص سعيد جدا في طفولته. ووفقا لجوليان نفسه فكان عنده علاقة ممتعة مع والديه وهو صغير، ولكنه كان دايما أقرب لوالدته، وكان بيحترم والده وعنده علاقة كويسة مع أشقائه الأصغر منه. وبدأ جوليان في سن مبكرة جدا يظهر اهتمام كبير بكل حاجة متعلقة بالجيش، وهي الحاجة اللي ما كانتش مفاجأة للناس اللي حواليه، لأنه كان واضح عليه دايما إعجابه بوالده. ومجرد اهتمامه بالجيش جوليان مضيعش وقت كتير عشان ينضم ليهم. وفي سنة 1980 ولما كان عنده 12 سنة بس انضم للقوات المسلحة. ولكن في نفس السنة دي حصلت مشكلة عائلية كبيرة في بيت جوليان. والديه انفصلوا، وعلى الرغم من أن الأطفال غالبا بيظهروا الحزن والعواطف السلبية في الحالات دي، إلا أن جوليان ما كانش بيعمل كده. في الحقيقة قرر الشاب أنه يظهر للناس أنه ما تأثرش بالطلاق، وبدأ يتصرف وكأنه كان متوقع أن الطلاق ده هيحصل وأنه مش مهتم. ولكن غالبا ده كله كان تمثيل، لأنه في سنة 1986 وصلت الأخبار للصحافة إنه ما كانش قادر يشوف والديه وهما بيتفرقوا، وإنه كان دايما في حالة حزن وبكاء. وبعد كده لما جوليان اتكلم مع الأطباء النفسيين عن انفصال والديه، قال إن الموضوع خلاه حزين جدا، لأنه كان متوقع إنهم على الأقل هياخدوا رأيه قبل ما يعملوا القرار ده. وفي سنة 1982 انتقلت والدة جوليان وأشقائه لمنزل جديد في شارع رامسدن. لكن جوليان في الوقت ده ما كانش بيظهر أي علامات على حزنه أو عدم سعادته بسبب الطلاق. وفي الوقت ده كان طالب في كتيبة الطلاب العسكرية في المدرسة، وكان غالبا بيلبس هدوم عسكرية، وكان عنده شغف كبير في شراء وقراية المجلات العسكرية. ومع مرور الوقت أصبح جوليان أكثر مهارة في استخدام الأسلحة النارية، وأصبح عضو في الجيش الاحتياطي في نفس السنة اللي حصل فيها على شهادة الثانوية العامة. بعد كده شارك في دورة للمهاجمين في الجيش الاحتياطي لمدة أسبوعين في مدينة بوكوبانو، وهناك اتلقى تدريب على استخدام 11 سلاح مختلف، بدءا من مسدس بعيار 9 ملي لرشاش بعيار 50 ملي. وعلى حسب كلام دان ماك أرثر، وهو واحد من أفراد الجيش الاحتياطيين، وهو بيتكلم عن تجربته في التدريب، كان بيقول إنه الطبيعي للجنود بعد التدريبات يتخيلوا إن هما ماشيين في الشارع ومعاهم البندقية بتاعتهم وحاسين بالقوة والسيطرة، ولكن محدش بيعمل كده بجد، وكل دي مجرد خيالات. ولكن جوليان كان مختلف. في سنة 1986 غادر جوليان لجامعة لاتروب لدراسة السياسة الفرنسية وتاريخ ألمانيا. وبما إن شغفه للجيش كان لسه مشتعل في الوقت ده، فيقال إن والديه الاتنين هما اللي دفعوه إنه يلتحق بالجامعة. ولدعم الادعاءات دي فجوليان نفسه كان كاره الموضوع، وعلق أكتر من مرة إن المكان مش عاجبه في الجامعة وإنه مش مهتم. وفي آخر سنة 1986 جوليان خد خطوة جريئة وتقدم بطلب للدخول في الجيش رسميا، وبسرعة تم قبوله في كلية الملكية العسكرية في يوم 13 يناير سنة 1987. وبسبب ثقته الزايدة في نفسه تم إجبار جوليان على العمل بجدية مضاعفة مقارنة بالطلاب الآخرين في السنة الأولى في الكلية العسكرية. وعلى الرغم من حبه للجيش وشغفه فيه، إلا إنه ما كانش ناجح قوي في المهام اللي الجيش كان بيديها له.
ولكن في الوقت ده أحوال جوليان كانت اتغيرت وكان يبدو عليه وكأنه شخص تاني. وفي يوم من الأيام تم عقابه بأنه يفضل موجود في السكنة العسكرية بتاعتهم من قبل الرقيب بتاعه. وكعقاب ليه أمره إنه يفضل في السكنة العسكرية بتاعتهم في أجازة نهاية الأسبوع. ولكن في ليلة السبت جوليان حس بالملل وقرر إنه يسيب المكان ويروح لواحدة من حفلات بتاعت أصدقائه في مدينة كامبيرا. وبالصدفة الرقيب بتاعه كان حاضر في نفس النادي اللي جوليان راح له. ولما شافه هناك غضب منه وأمره بإنه يرجع للسكنة العسكرية. ولكن جوليان رفض ودخل في مشادة معاه، واللي أدت بإن تم طرده من المكان. ولكن لسبب ما جوليان استنى الرقيب بره، وعلى حوالي الساعة 3 قام جوليان بطعن الرقيب بسكينة. بعد كده تم القبض على جوليان وودوه مركز الشرطة، وتم توجيه اتهامات ضده بالاعتداء والإيذاء المتعمد على الرقيب. ولكن بعد فترة تم إطلاق سراحه بكفالة، ولكن كان عليه التزام الحضور في جلسة المحاكمة بتاعته، واللي اتأجلت لحد يوم 10 نوفمبر. وكما هو متوقع فإن الحادثة دي كانت إشارة لنهاية مشوار جوليان العسكري، واللي بعدها تم طرده من الجيش. بعد الحادثة دي جوليان حاول يرجع حياته لطريقها الصحيح، فبدأ يشتغل كموظف في واحدة من المتاجر، وبرضه قدم طلب لوظيفة حارس أمن في واحدة من الشركات في مدينة ميلبورن. ولكن كل المحاولات دي فشلت، وبسرعة تحولت حياة جوليان رأسا على عقب. وفي يوم من الأيام وتحديدا يوم الأحد جوليان رجع لبيته وجمع كل الأسلحة اللي كان مخزنها تحت السرير واللي كانت مرخصة وقانونية، وجمع صندوق الذخيرة بتاعه وعلق الأسلحة على ظهره وخرج من الباب بتاع البيت. بعد كده جري للشارع، وعلى حوالي الساعة 9:30 بالليل كان وصل لواحد من الشوارع الرئيسية اللي معروف باسم هودل ستريت. وهناك خرج أسلحته وبدأ يطلق النار على الناس. جوليان قتل 7 أشخاص وأصاب 19 واحد بجروح خطيرة، ومن ضمن المصابين كان ضابطين للشرطة. وبعد 40 دقيقة كانت نفذت الذخيرة اللي معاه وقرر الهروب، ولكنه تم القبض عليه واعتقاله في مدينة فيتزروي. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? Куда летишь, да ты серая, ку-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 ку, وعلى الرغم من إن قليل من الناس كانوا بيعرفوا الموضوع ده، فإن جوليان كان مهتم جدا إنه دايما يقعد ينشئ سيناريوهات قتالية خيالية في راسه، ودايما بينتهي بيه الحال إنه ميت كبطل. ووفقا للدكتور كينيث بيرن وهو أخصائي نفسي، فإن دايما جوليان كان عنده أحلام لليقظة وهو بيحارب فيها في المعركة كبطل عشان يحمي شركته، أو كان بيحارب ضد أعداء بوقوف العدد. وده الشعور اللي كان بيقدم له كتير من الرضا عن نفسه. جوليان ما كانش بيشوف البشر حواليه كأنهم أشخاص عندهم لحم ودم، بل كأدوات بيستخدمها في خيالاته. وعلى حسب كلام الأطباء، فإن جوليان كان متأثر بالثقافة الأمريكية للقتلة المتسلسلين، واللي كانت بدأت تنتشر في أستراليا في الوقت ده. وبعد ما تم القبض على جوليان واللي كان عنده 19 سنة، حاول يبرر أفعاله بأنه قال إن الجيش علمني القتل، وإنه لو في ظروف تانية كان الجيش اداني ميدالية. وبعد الجرائم البشعة اللي ارتكبها جوليان ما كانش بيظهر أي ندم على ضحاياه، ولا كان عنده أي شفقة تجاه أي حد. وتم إدانة جوليان ب7 أحكام للسجن المؤبد متتالية، ودي كانت واحدة من أكتر مجازر أستراليا دموية. وتم تصنيفه كمجرم شاب بموجب القانون الفيكتوري، لأن عمره كان ما بين 18 و 21 سنة، ولأن المدينة اللي كان فيها ما كانتش بتفرض حكم السجن المؤبد، فتم تخفيف الحكم عليه لمدة 27 سنة بس. مجموعة من الناس كانوا راضين على العقوبة اللي تم تطبيقها عليه،
ولكن مجموعة تانية كانوا بيقولوا إنه بيستحق عقوبة الإعدام. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، فلو عجبتكم ما تنسوش تعملوا فولو وريت للبودكاست اللي هتلاقوه على أبل بودكاست وجوجل بودكاست بوديو وأي مكان تاني بتسمعوا فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.